بص يا باشا، فكره انت مش بتحس بالبنش في البنش بريس ليها حلين، واوعدك لو عملتهم المره الجايه مليون في الميه تحس بالبنش غصب عنك. اول حاجه انت تظبط الفورم بتاع البنش بريس بتاعك، انت تلعب التمرين شخصيا صح، وانا هقول لك تعمل كده ازاي. تاني حاجه اقول لك على تريكايه جامده قوي. بص يا معلم، قبل التمرينه الجايه خش مجموعتين فلايز، اذا كان بالكيبل او بالماشين شوف بتحب ايه اكتر. اعمل مجموعتين اللي هي الفايف اللي هي بتعمل كده. وده تعمله ليه بقى؟ هتعمله عشان انت تضخ دم في العضله، ان دي تمرين ايزوليشن هتحس بالعضله غصب عنك. خليك ما بين ال 12 لل 20 عده مثلا. فانا بحسن لك الماسل مايند كونكشن مع العضله. انت ببدا بالايزوليشن بعدين نخش بالكومباوند بعدها. يجي على تاني حاجه بقى، نظبط الفورم بتاعك. بص يا معلم، دي حاجه لازم اساسي اعملها. دي ممكن ده السبب الاساسي انت بتحس مثلا بالكتف اكتر من البنش في التمرين. بص يا معلم، الناس بتزق كده، تمام؟ ده غلط. اول حاجه هتفكر انت هترجع كتفك لورا وتنزله لتحت. ده بيعمل ايه بقى؟ انت كده بقى الكتف ورا والبنش هو اللي قدام، هو البنش هو اللي بيزق معاك. تنزل لحد ما البار يلمس بنشك من تحت، لازم يلمس، وتزق لفوق. ينزل ويزق لفوق. اهم حاجه تركز عليها يعني انت كتفك ورا وتحت بس، وتفكر انت بتزق كده. لما يكون بنشك هو اللي قدام هو اللي هيزق معاك اكتر من الكتف بكتير. ممكن ده سبب ان انت كنتش حاسس بالبنش قوي، وممكن تكون حاسس بالكتف او اكتر منه.